ازاي اكون مكتفي بنفسي؟ في كلمه كده بتتقال كتير تقول لك مش كفايه. It's not enough. يعني ايه مش كفايه و it's not enough؟ ان انا ساعات بحس ان انا مش كفايه، ان انا ناقصني حاجه، او الناس بتقول لك حاجه، او الاعلانات اللي في التلفزيون او في السوشيال ميديا دايما والماركتنج بتقول لك انت عارف لو جبت كذا انت كده هتكتمل، هتبقى خلاص مكتفي. لو اشتريت ده بس انت هتبقى مكتفي، لو عملت مش عارف ايه، لو اشتريت اللبس ده انت هتبقى مكتفي وشكلك حلو. طب ازاي انا اكتفي من حاجه جوايا مش برايا؟ الاكتفاء لو جيت كده عملت ايدك هتلاقي ان الاكتفاء عباره عن 5 حاجات. اول حاجه انا عايز اكفي حاجه، هو ايه الاحتياج اللي انا عايزه اللي عايز اكفيه عشان ابقى مكتفي بنفسي ومش عايز حاجه من بره. والحاجه الاحتياج اللي انا عايزه ده انا قابله ان انا محتاجه ولا لا؟ يعني انا محتاج حب وحنان وعطف وفلوس وتفر اي حاجه انا محتاجها، مشاعر انا محتاجها وحاجات ماديه انا محتاجها. طب انا قابل ان انا محتاجها ولا مش محتاجها؟ طب وانا لما قابلت الحاجات دي، هل الحاجات دي برايا ولا جوايا؟ يعني حاجات انا اقدر اتحكم فيها ولا الحاجات دي برايا وما اقدرش اتحكم فيها؟ طب وفي الاخر الحاجات اللي برايا او جوايا دي قد ايه اكتر؟ يعني اللي برايا اكتر ولا اللي جوايا اكتر؟ يعني انا اقدر اسعد نفسي بحاجه من غير ما احتاج اي حاجه من حد، 10 حاجات اقدر اعملهم لنفسي اتبسط بيهم، و3 حاجات اعملهم مع حد او عايز حد يلبيهم لي عشان اتبسط بيهم. واخر حاجه عم بعمل ايه عشان البي احتياجاتي دي اللي جوايا او اللي برايا بعددهم الكتير ده. ده ملخص الاكتفاء. الاكتفاء هنا ان انا بقول انا عايز حاجه ناقصاني، انا عايز حب في حياتي، ده حب عيله، حب اصدقاء، حب علاقات. طب الحب ده هيجي ازاي؟ حب العيله لو موجود، لو مش موجود عادي بتحصل. حب العلاقات اعمل فيه حب العيله، لو مفيش حد في العيله بيدي لك مشاعر الحب ومشاعر ده انت اللي تقدر تدي المشاعر دي. ومش معنى، وفي كلمه بتتقال كده لو شايف ان هي صح فهي يمكن ما تبقى صح قوي، اللي هو فاقد الشيء لا يعطيه. مفيش حاجه اسمها فاقد الشيء لا يعطيه. فاقد الشيء هو اكتر واحد عارف قيمه الحاجه اللي فاقدها، فاكتر واحد يقدرها واكتر واحد يقدر يديها اللي حواليه كلهم. فلو انت بتتكلم على السيركل ده زي دايره كده العيله، انت تقدر تدي حب للناس من غير ما يستغلوك، ان انا بحبك، انا بحترمك، انا وهتلاقي في ناس تقدر ده وهتلاقي ناس ما بتعرفش تعبر عن مشاعرها، ودي مشكلتهم مش مشكلتك انت. لكن وفي نفس الوقت دايره الصداقه ان انت طيب انا اقدر اقول لاصحابي يلا ننزل، انا والله مبسوط بالقعده معاكم، انا بحب اخرج معاكم، مش انا بحبكم. عادي انت ممكن تقول لحد انا بحبكم وانا بحبك يا صاحبي انا بحبك، بس في الاخر ايه؟ دي ناس اهي، انت اللي بتدي الحب، انت اللي بتدي المشاعر وناس بتبادلك. طيب والعلاقات ان انا عايز احب واحده، انا ممكن ان انا اروح ان انا يبقى في حد في دايره علاقاتي او دايره شغلي او دايره اي حاجه، وفي فرصه ان انا ابني علاقه والبي بيها احتياج الحب. بس ال3 دول كانوا براك. العيله ده براك، حب الاصدقاء ده براك، حب العلاقات ده براك. طب هو انت بتحب نفسك؟ ما هو ده اول واحد عايز يتحب، ده الاول احتياج احنا بنتكلم فيه، اللي هي فكره ايه؟ حدد احتياجاتك. انت عايز، انا فاقد حب. طيب هو اول واحد فاقد الحب هو انت اللي حددت لنفسك ان انت فاقد الحب. طب يعني ايه؟ يعني انا ازاي احب نفسي؟ انا اقف قدام المرايه احب نفسي؟ لا. انت بتحب نفسك ان انت بتقول لنفسك يا نفسي انت بتحب ايه؟ انا بحب ان انا اكل الاكل اللي بحبه، بحب ان انا البس اللبس اللي انا بيعجبني وماشي على مزاجي، بحب ان انا اشتري الحاجه ليا واتبسط ان انا شاريها ليا، بحب ان انا اعمل قعده اكل مثلا ومحدش يقعد معايا بس انا مبسوط ان انا عامل قعده الاكل دي لاي سبب ما. ممكن اكون لوحدي، ممكن اكون مسافر، ما في ناس بتيجي مثلا تسافر بره بيبقى عندها فرص شغل بره، او بلاش فرص شغل، طالع شغل مثلا وعنده ايام فاضيه، يقول لك انا ما انزلش اكل لوحدي ليه؟ هو لازم يبقى في حد موجود عشان تاكل، عشان تروح مطعم حلو وتتبسط فيه؟ نازل شفت لبس، هو لازم يبقى في حد معاك يختار لك الهدوم؟ بلاش. حتى لو انت في بيتك او انت في اي مكان وعندك كوبايه بتحبها بس شايلها للضيوف،
هو انت تستخسرها في نفسك تقول لك اصل هي مش مستاهله او بلاش، لا هو انت جايبها للضيوف ولا جايبها لك؟ جايب الحاجه لبس النظيف انت جايبه عشان تلبسه في مناسبات ولا تلبسه لان انت جايبه لك انت مش تستني حد يتجوز او انت مش مستنيه حد يتجوز عشان تطلعي اللبس الحلو اللي انت نفسك مزام تلبسيه، وممكن تجبري عليه او ممكن وات ايفر اللي يحصل، ممكن الواحد يخس يتخن وما يعرفش يلبسه تاني. فالفكره هنا ازاي ان الواحد يلبي احتياجاته الاساسيه عشان يكتفي، ان هو الاول يكتفي بنفسه، وعشان يكتفي بنفسه ان هو حدد احتياجاته، واول حاجه ركز على ازاي يلبيها لنفسه مش وما يستناش حاجه من حد. يعني اعرف انزل اكل لوحدي واتبسط وما فكرش هو الناس يا ترى بتقول عليا ايه، ده يا عيني ده لوحده، يا عيني ده غلبان، يا عيني ده ما يعرفش حد، يا عيني يا عيني. ودي افكار هتيجي تلقائيا ودي مش حقيقيه. ان انا اعرف اروح لو انا عايز اروح سينما لوحدي اروح عادي، مش ولو شفت جروب او شفت قابل قاعدين ما اتضايقش، ما انا عادي، ما انا ممكن يبقى ليا علاقه وممكن يبقى ليا اصحاب او انا ليا اصحاب وليا علاقه، بس عادي ممكن اتبسط لوحدي. ملخص الكلام ده كله ايه؟ اللي انت هتروح تعمله مع حد براك ولو هو مش موجود هتضطر ان انت تلغيه، لا انت بتعمله ليك انت، بتلبس ليك، بتاكل ليك، بتشرب ليك، بتستخدم الحاجات اللي فيها قيمة ليك، وكل ده بشكل غير مباشر بيوصل لنفسك انا بحبني، انا بقدرني، انا بحترمني. فعادي الناس دخلت حياتي واتبسطت معاهم ماشي، ناس خرجت من حياتي انا ستيل مكتفي بنفسي، واقدر ان انا احط اهداف لنفسي واكتفي ان انا اعملها، واقدر ان انا اشير اهدافي دي مع ناس تانية واكتفي بيهم كمان ان هم يساعدوني، وقت ما هم يقدروا يساعدوني، وقت ما هيمشوا او مش موجودين انا ستيل مكتفي بنفسي ومكمل عادي. فيعني لو ده حاجة شايفها كويسة طبقها.